عاوز اقول لكم الكلمتين دول برضه ارجو ان انتم تفهموهم كويس قوي. في مخطط لتقسيم مصر 4 دول، والعيال بتوع 6 ابريل شغالين في المخطط ده، خدوا بالكم. عاوزين يقسموا مصر ويقطعوها 4 حتت. حته بلد في النوبه، دوله تتعمل في النوبه، ودوله ثانيه تاخد بني سويف والفيوم وتطلع بحته ارض في الصحراء ناحيه ليبيا لما توصل للبحر المتوسط. ايه الفرق هنا؟ خدوا بالكم، تبقى دوله مسيحيه ويدوا الاخوان المسلمين القاهره ووجه بحري، وسينا يدوها لجماعه الشيعه. في مخطط عشان يقسموا مصر 4 حتت. خدوا بالكم، والمخطط ده مش هزار. امريكا واسرائيل ما بيصرفوش الملايين دي على الفاضي. العيال دي بتعمل شغل، وان شاء الله الايام اللي جايه البلاغ اللي انا مقدمه ومعايا مستنداته ومعايا التحويلات والفلوس اللي واخدينها النيابه هتحقق فيها، وان شاء الله لو عصام شرف راجل وراجل شريف وبيدور على مصر فعلا يكشف الاسامي اللي معاه. السفيره الامريكيه قدرت لعصام شرف كشف باسامي الاربيطه اللي بياخدوا فلوس ملايين ملايين، ومع ذلك عصام شرف لحد النهارده ما كشفش المستور، ما كشفش الاسامي عشان الشعب يبقى عارف مين بيقبض ومين ما بيقبضش. بيعمل ايه؟ وبعدين الفلاح النهارده ايه؟ ان كان عنده حاجه في الدار بقيمه ولا حاجه هي بتتباع، ان كانت الوليه لابسه غويشه ولا لابسه خاتم ولا بتاع بيسلفوا من ايدها عشان يمشي الامور. هيجيب منين؟ مش هي دي الحقيقه؟ احنا عاوزين الشباب اللي يجي يشوف الناس بره بتتعالج ازاي وبتتعامل ازاي وباحترام. ما احنا الشحاتين، ما احنا رايحين نشحت من حد، ده حقي على الدوله، والا يبقى مفيش انتماء. لما مفيش تعليم، التعليم بفلوس، العلاج بفلوس، كله بفلوس. طب انا باخد ايه من الدوله؟ ووقت الجد لما يقولوا يا شعب عاوزين الشعب يقف، طب الشعب هيقف ازاي؟